السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم حبايبي معايا في مطبخ ديدي. النهاردة إن شاء الله هنعمل مع بعض أحلى أكلة شتوية ممكن ناكلها تدفينا وتغذينا ومليانة بالحديد وأكلة لذيذة قوي. هنعمل مع بعض السبانخ باللحمة. قبل ما أبدأ في الفيديو بتاعي بفكركم حبايبي باللايك، تعملوا لي لايك للفيديو عشان يوصل لأكبر عدد ممكن. كمان اللي لسه مشتركش في القناة ينزل ويشترك، تشاركوا أصحابكم الفيديو وتفعلوا جرس الإشعارات عشان يوصلكم كل جديد. ويلا بينا نبدأ الفيديو بتاعنا. نشوف بقى مكونات الأكلة الحلوة دي. معايا طبعا السبانخ، لازم اختارها خضرة وطازة زي ما انتي شايفة كده. انا معايا 1.5 كيلو من السبانخ. كمان معايا حزمتين كزبرة خضرة وكيلو من اللحمة، ولازم اللحمة تكون بتاعت السبانخ تكون ملبسة عشان تديها طعم حلو وريحة حلوة. كمان معايا راس توم مقشرة وبصلاية كبيرة مخرطاها رفيع كده، ونص كوباية من الرز مغسولة ومتصفية، وكمية من عصير الطماطم. يلا بينا نبدأ الطريقة. هجيب الحلة بتاعتي واحطها على النار وانزل فيها زيت نباتي طبعا عباد شمس، وبعد كده انزل بالبصل واقلب فيه ومحمرهوش، يعني اديله لون ذهبي بس كده بسيط، لكن مخلوش يحمر. اول البصله ما تدبل وتاخد لون بسيط كده انزل عليها اللحمه. واقلبها لحد ما تاخد لون السوا. اقلب فيها عشان تاخد لون السوا من كل الجهات. خلاص كده اللحمة بتاعتي كلها أخدت لون السوا. هنزل بصلصة الطماطم، عصير الطماطم. طبعا مش هنزله كله، أنزل جزء بس، وأقلبها وغطي عليها واسيبها على النار. وكل ما الاقي الطماطم قلت أنزل بقية الصلصة. بالنسبة للسبانخ بقى همسكها خرطها ازاي؟ هشيل الجزء اللي فوق ده، الراس دي، وهخرطها خرط رفيعة كده بالعروق بتاعتها دي. العروق ما برميهاش طبعا مع الورق. هي ما بتاخدش وقت في تخريطها يعني، وبسرعة بتلاقي نفسك خلصتيها. وهحط في حلة جنبي هخرط طبعا الكمية كلها كده بالشكل ده. انا كده خلصت تخليط السبانخ. قسمتها على حلتين كده لاني هملاها بالمية علشان اسيبها شوية في المية، اي اتربة فيها تنزل. بعد كده اغسلها، لكن لازم تركنيها شوية بالمية عشان التراب اللي فيها ينزل، واغطيها بالمية. كده انا سبتها شويه في الميه. هبتدي اغسلها بقى، اغسلها في مصفى، اخد شويه شويه كده واغسلهم في مصفى عشان ما تتبحترش منك في الحوض.
شوفي بقت نضيفة ازاي وزي الفل، مفيهاش اي اتربة ولا اي حاجة. وهحط برضو في حاجة جنبي كده بولة او حلة تانية، وهكمل غسلها بالشكل ده كده للآخر. شوفي السبانخ خضرة ازاي وطازة وجميلة. وهرجع اردها تاني في الحلة واملاها بالمية تاني واسيبها مرة تانية عشان اضمن ان هي نضيفة جدا. وهحطها في حلة واحطها على النار واغطيها واسيبها. انا يا دوبك هسيب السبانخ تشرب ميتها بس، يعني هي السبانخ هتستوي لوحدها مع نفسها عشان ما نزلهاش في الصلصة وهي خضرة كده وتنزل لون اخضر وتخضر الطماطم. كده اللحمة بتاعتي استوت. انا بطلعها عشان ما تتهريش، لان هنزل الرز واسيبه يستوي. طلعت اللحمة من الصلصة، هنزل بنص كوباية الرز المغسولة والمتصفية، وههدي النار عليها واسيبها تستوي. ولازم صلصة السبانخ تكون حمرة كده وكتير. اغطي واسيب الرز يستوي. وادي السبانخ بتاعتي، شوفي المية اللي نزلتها، انا ما حطيتلهاش مية من بره، وشوفي الكمية هبطت ازاي. هتشرب ميتها دي وهنزلها على الصلصة بالشكل ده، ما تعملش لون اخضر في الصلصة. عندي بقى الثوم والكزبرة هفرمهم مع بعض، تدقيهم دق ناعم كده. اهم ناعموا خالص خالص. وهجيب طاسة واحط فيها شوية زيت، وانزل بالكزبرة والثوم، احمرهم في الزيت. وعندك الرز لما يستوي في الصلصة هتحطي عليه السبانخ وتردي اللحمة تاني. اهي كده الصلصة بتاعتي اهي. ده الرز اهو استوى خالص. هنزل عليها السبانخ خلاص شربت ميتها وتعتبر مستوية. في ناس طبعا بتستصعب عمل السبانخ دي، لكن هي شوفي من اسهل ما يكون. خلاص كده انا نزلت السبانخ كلها. اظبطها بقى ملح وفلفل. شوفي الجمال وريحتها بقى تفتح النفس. وهنزل عليها الطشة اللي هي بالكزبرة والثوم. شوفي شكلها جميل ازاي وريحتها جميلة جدا جدا، مالية البيت، تحبي تاكلي منها ما تشبعيش. هرد اللحمة بقى تاني. اللحمة طبعا مستوية، انا مطلعها مستوية مش محتاجة سوا تاني. وكده خلاص الأكلة الحلوة دي بتاعتي خلصت.
ريحة وطعم وحاجة تفتح النفس وتدفينا في الشتاء. أكلة شتوية من ألذ الأكلات. أجيب بقى الطبق بتاعي وأغرفه. شوفي طبق يفتح النفس إزاي. إيه رأيك بقى في الأكلة الشتوية الحلوة دي؟ يلا عايزاكي تجربيها، ما تقوليش عليها صعبة. السبانخ من ألذ الأكلات في الشتاء. لو عجبكم الفيديو بتاعي متنسونيش باللايك والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصلكم كل جديد. شاركوا أصحابكم الفيديو. بالهنا والشفا.